ازيك؟ يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده في سلسله قصه الانبياء. هنتكلم عن سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق. زي ما شفت في الصمدين كده، احنا هنقرر ان احنا قررنا ان احنا هنتكلم في 3 حلقات متتاليه عن كل مره عن 2 انبياء مع بعض، لان الاتنين بيبقوا مرتبطين ببعض. فبدل ما تبقى بتسمع ده في حلقه وده في حلقه والاتنين متكررين، يعني انت النهارده في جزء من الحلقه هتحس ان هي متكرره من قصة سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم قصته مرتبطة مع ابنه اللي هو سيدنا إسماعيل، وسيدنا إسماعيل قصته مرتبطة مع سيدنا يعني او سيدنا اسحاق، قصته مرتبطه اللي هو اخو سيدنا اسماعيل، قصته مرتبطه مع ابنه سيدنا يعقوب، وقصه سيدنا يعقوب مرتبطه مع ابنه سيدنا يوسف. اصلا قصه سيدنا يوسف ليها علاقه بسيدنا يعقوب، والاتنين مذكورين في قصه واحده. برضو قصه سيدنا سليمان وسيدنا داوود. القصص اللي زي دي هتلاقيني دايما بتكلم فيها عن 2 انبياء، لان دايما بتلاقي فيها ان هو اب وابن مع بعض. فمضطر ان انا بعمل كده. فعشان ما نطولش مع بعض في المقدمه، احنا هنتكلم النهارده عن 2 من انبياء اللي هم اخوات ومن نسل نبي هو كمان، اللي هو سيدنا ابراهيم. هنتكلم عن سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق. لو اول مره بتشوفني، زي ما بقول كل مره، انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا باستمرار. الناس اللي بتتفرج وما بتشتركش لازم تشترك، لان الموضوع بقى صعب. لو وريت لك احصائيات القناه والله انت نفسك هتتضايق. يعني تخيل انت ناس بتتفرج، او عدد اللي بيتفرجوا ما يجيش حاجه في عدد اللي مشتركين. فاشتركوا وفعل الجرس واكتب لي كومنت شجعنا اكمل، واعمل شير عشان نوصل لاعلى عدد من الناس وكله يقدر يستفيد من السلسله دي. يلا بعد الانترو نشوف قصه ولاد سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق. استحملني بقى لو انت حسيت ان الحته دي متكرره شويه، لكن خليني اوضحها لك مره تانية. سيدنا اسماعيل مبدئيا هو اول اولاد سيدنا ابراهيم، وسيدنا ابراهيم خلفه بعد وقت طويل جدا ما كانش بيخلف. سيدنا ابراهيم يقال انه اول ابن خلفه اللي هو سيدنا اسماعيل خلفه وهو عنده حاجه و80 سنه، وده كان من السيده هاجر اللي وهبتها السيده ساره لسيدنا ابراهيم، لان هي كانت مش بتخلف او كانت عاقر بمعنى اصح، فما كانتش بتنجب في الوقت ده. وبالتالي سيدنا اسماعيل اتولد بعد، زي ما بنقول كده، بعد شقه. سيدنا ابراهيم كان بيتمنى ان هو يخلف ودعا ربنا، وربنا في الاخر استجاب له ان هو يخلف ابنه الاول اللي هو سيدنا اسماعيل. بان الله يأمر سيدنا ابراهيم انه يترك السيده هاجر وابنها الرضيع اللي هو سيدنا اسماعيل في وادي غير ذي زرع، يعني وادي ما فيهوش لا ميه ولا زرع ولا اي حاجه. فالسيده هاجر زي ما انت شفت المره اللي فاتت لما حكيت لك، سالت سيدنا ابراهيم انت ليه بتسيبنا في المكان ده؟ فهو كذا مره ما ردش عليها، ففهمت ان ده ممكن يكون امر من الله، فقالت له الله امرك بذلك؟ فقال لها نعم. فقالت له اذا لن يضيعني. كانت مؤمنه بشكل قوي بالله سبحانه وتعالى، وشافت او عرفت ان هي مش هيحصل لها اي حاجه، هي وابنها الرضيع. بعد ما الميه اللي معاها خلصت، وبعد ما ابتدى ابنها هو كمان يصرخ من العطش، ابتدت ان هي تهرول ما بين جبلين الصفا والمروه، واللي كانوا اقرب مكانين بالنسبه لها عشان تطلع على مكان عالي تشوف لو هتشوف زرع او ميه قريبه. وفضلت تعمل ده لمده 7 اشواط. هي ما كانتش قاصده تعمل ده، لكنها كانت بتعمل ده بشكل فطري وغريزي كأم خايفه على ابنها، وبتحاول ان هي تشوف اي وسيله ان هم يقدروا ينجوا بيها، عشان بعد 7 اشواط كاملين تنفجر عين زمزم، اللي هي بعد كده قدرت ان هي تجمعها، او كانت بتقول للميه زمي زمي. وهو عشان كده اتسمى بير زمزم. بير زمزم هو موجود لحد دلوقتي في السعودية، طبعا كلنا عارفين بيه. انا عارف ان انا مش بقول معلومة جديدة، بس للي ممكن يكون اول مرة بيسمع القصة، لو هو سنه صغير او كده، يبقى عارف النقطة دي. والمنطقة دي بعد كده اتعمرت وبقت فيها زرع وفيها مية. كلنا عارفين طبعا اللي حصل بعد كده، زائد ان بقى الطواف اللي بين الصفا والمروة، او الهرولة اللي بين الصفا والمروة، بقت من مناسك الحج بالنسبة لنا كمسلمين. عشان بعد كده سيدنا ابراهيم يحصل معاه الموقف الثاني او الاختبار الثاني بينه وبين سيدنا اسماعيل ابنه، هو انه يشوف في المنام انه بيذبح ابنه، زي ما بنشوف في الايه الكريمه كده. وكلنا عارفين زي ما قلت في المره اللي فاتت، وزي ما كلنا ممكن تكون عارفين ده، ان رؤيا الانبياء حق. الانبياء لما بيشوفوا حاجه في المنام بتبقى رساله جايه لهم حقيقيه، مش بتبقى زي ما احنا ممكن نحلم بحاجه حقيقيه، او ممكن تكون تلاعب من الشيطان بينا في الاحلام. الرسل والانبياء ما بيحصل لهمش كده، فاي رؤيه هم بيشوفوها في المنام هي حق. سيدنا اسماعيل كان عنده صبر وحلم، وقال له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يعني بالنسبه له خلاص، ده طالما امر الله، انت سلم لامر الله وانا كمان مسلم لامر الله. ولما جه ان هو ينفذ امر الله، ربنا فداه بذبح عظيم عشان يعدي هو كمان وابنه من الاختبار ده. يعني سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل يعدوا من الاختبار ده. وبعد كده بنوا هما الاثنين الكعبه في الوقت اللي كانت الاساسات فيها موجوده، ولكن كان مع مرور الزمن اتغطت شويه الاساسات دي، فابتدوا يبنوا الكعبه بامر من ربنا سبحانه وتعالى. كان سيدنا اسماعيل هو اللي بيجمع الحجاره، وسيدنا ابراهيم هو اللي بيحطهم فوق بعض. وبعد كده لما تطول البنيان شويه، سيدنا ابراهيم حط
حجر ووقف فوقيه، ومن هنا بقى المكان ده اسمه مقام ابراهيم، وده موجود لحد دلوقتي للي بيروح السعوديه او المنطقه دي عارف انا بتكلم عن ايه. وكانوا بيدعوا بالدعاء الشهير اللي احنا شايفينه في الايه الكريمه دي، وربنا سبحانه وتعالى استجاب ليهم في دعائهم، وخرج فعلا من ذريتهم اشرف الخلق اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذريه الابن الثاني اللي هو سيدنا اسحاق زي ما هنشوف بعد شويه باقي الانبياء او اللي هم انبياء بني اسرائيل. دي كده قصه سيدنا اسماعيل. اما عن سيدنا اسحاق فهو اتولد بعد بشرى بشروها الملائكه لسيدنا ابراهيم وهم رايحين لقريه سيدنا لوط. القصه بدات ازاي؟ بدات بان في ملائكه عدت على سيدنا ابراهيم في هيئه بشر، فهو استقبلهم واستضافهم وحط لهم الاكل عشان ياكلوا كضيوف وما عدين عليه غرباء. ولما لقى ايديهم مش بتوصل للاكل وان هم مش بياكلوا توجس منهم خيفه زي ما بنشوف في الايه الكريمه كده، فقالوا له ان ما تخافش احنا رسل ربك، ولكنهم قالوا له ان هم مرسلين رايحين لقريه سيدنا لوط عشان يدمروا القريه دي اللي نزل عليها امر ربنا او صدر الامر من ربنا خلاص بتدميرها، نظرا لفسادهم وللشذوذ اللي هم كانوا فيه والآفة اللي هم كانوا فيها. لو ما شفتش قصه سيدنا لوط روح اتفرج عليها في البلاي ليست بتاع قصه الانبياء وارجع لي. وبعد كده سيدنا ابراهيم هم بشروه باسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب، او من بعد اللي هيجي بعد سيدنا اسحاق اللي هو الابن او الحفيد لسيدنا ابراهيم هو سيدنا يعقوب، عشان دي تبقى فيها سلسال للانبياء، سيدنا ابراهيم سيدنا اسحاق سيدنا يعقوب بعد كده سيدنا يوسف. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيمدحهم زي ما كان بنشوف كده الكريم ابن الكريم ابن الكريم وهكذا. فهم بشروه بسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب، فتعجبت زوجته اللي هي السيده ساره لان هي كانت كبيره في السن وكانت عاقر، وهو سيدنا ابراهيم كمان كان كبير، ولكن لا حرج على فضل الله، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا اتولد سيدنا اسحاق بعد كده، وكانت رسالته هي رساله التوحيد زي ما هي رساله الانبياء كلها، والدعوه للاسلام ولان هم يعبدوا الله وحده لا شريك له. ارسل لقوم كنعان في بلاد فلسطين والشام، وفعلا عاش معهم فتره بيدعوهم لعباده الله وحده لا شريك له. واتجوز سيدنا يعقوب، ويقال ان هو خلف توأم او اتنين، اللي هم الاول اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام زي ما هنشوف بعد كده في قصته، مش عايز بقى اتكلم واقعد اتكلم عشان ما يبقاش في تكرار ليها. سيدنا يعقوب اللي خلف بعد كده سيدنا يوسف، هنشوف في قصتهم هم الاتنين في المرة الجاية ان شاء الله. وخلف ابن تاني اخ لسيدنا يعقوب وهو اسمه العيس. اما عن وفاته فهو يقال ان هو مات في قرية صغيرة في منطقة الخليل بفلسطين، وتسمى بدقة كده اسمها حبرون، وهي نفس المكان اللي عاش ومات فيه سيدنا إبراهيم، وبرضه هو اتدفن مع أبوه سيدنا إبراهيم في نفس المنطقة اللي هو عاش فيها. بكده بنكون وصلنا لنهاية قصتنا. لو أنت أول مرة بتشوفني على اليوتيوب وصلت للحظة دي مشكورة، انزل مشكورا ايه مشكورة دي انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا باستمرار، واعمل شير عشان نوصل لأعلى عدد من الناس تتفرج علينا، وبرضه اعمل لايكات عشان نوصل لأعلى عدد من اللايكات.